عن حاجة في الحياة. المرة دي هنتكلم عن حاجة في التصوير. أنا اخترت من الموضوعات بتاعتكم اللي انتوا بعتوها لي حاجة اسمها إزاي نبقى مصورين ناجحين. موضوع مهم قوي قوي. أنا عايز أضيف عليه حاجة بس وأقول إزاي نبقى مصورين ناجحين مميزين، إن ده مهم. في مصورين ناجحين كتير، أنا مفيش مصورين مميزين كتير، وأنا عايزكم تبقوا مصورين مميزين. طيب ايه اللي بيميز المصور الناجح المميز؟ اول حاجة العلم اللي عنده. من الصورة تعرف تقول الراجل ده عنده علم ولا بطيخ. فعلا صدقوني العلم مهم جدا جدا جدا، ان احنا نتعلم صح، ان احنا نتعلم كويس، ان احنا بذلنا مجهود قد ايه في العلم. الكلام ده في اول حياتنا في التصوير، فالعلم ده يجي في المرتبة الاولى. ان احنا كمان نبقى حريصين ان احنا نتعلم، مش بس ان احنا نشوف شويه فيديوهات على اليوتيوب ونبتدي لا، العلم لازم يتم بشكل صحيح، ودي رقم واحد. تاني حاجه المصورين المميزين يا جماعه بيذاكروا كتير. ايوه، يعني الناس، بشوف الناس لو بيبقوا مثلا معروفين او اشتغلوا شويه شغل كده فخلاص بقى هو مكنه بتطلع علم ما شاء الله، مش بيستسقي علم من حته خالص. وتيجي تكلمه يعني ما انت بتتكلم اله التصوير والعياذ بالله يعني. لا، لازم نذاكر. انا كخالد بذاكر كل يوم تصوير، ما بعرفش انام غير ما بذاكر تصوير. ايوه، هو ده مفتاح كبير قوي من انك تبقى مصور مميز ناجح مميز. فلازم نذاكر تصوير. في حاجة تاني كمان مهمة وهي التطوير. يعني ايه؟ يعني ينفعش تعمل اللي انت بتعمله اللي كنت بتعمله السنة اللي فاتت او الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا او 6 شهور اللي فاتوا. لازم تحافظ على التطوير بتاعك. التطوير ده هيجي من ادراكك للواقع بتاعك في التصوير. انت فين وماشي فين وبتحقق ايه في التصوير، فبالتالي يبتدي يكون عندك حاجة اسمها تطوير. طب ازاي ده يحصل؟ لما يكون عندك رؤية في التصوير. لازم يكون انت عندك رؤية في المجال بتاعك، تبقى شايف انت رايح فين او على الاقل عايز تروح فين. هيجي ازاي الكلام ده؟ من ادراكك لمكانك الحالي ووضعك الحالي في التصوير. انت فين؟ انت مستواك فين؟ ما مش بغش، بصدق مع نفسك عشان تعرف انت رايح فين. ما هو سوري، احنا النهارده المشكله في ايه؟ المشكله ان اي حد النهارده بيعمل صوره تك 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 ويعملها على الفوتوشوب يحطها على الفيسبوك، الناس كلها واو مصور محترف. دول صحابك، فيهم المؤهل وفيهم اللي مش مؤهل يدي لك تكنيكال بوينت اوف فيو. فلازم تعرف وما تتخدعش بالحاجات دي، وتعرف انت فين بالظبط عشان يبقى عندك رؤيه واضحه. طيب الحاجه اللي بعد كده هي التسويق. التسويق مهم جدا جدا، ودي مشكله، مش مشكلة بس المصور، مشكلة حتى الفنانين في الوطن العربي وبره الوطن العربي. بره الوطن العربي عندهم مؤسسات، بس احنا هنا ما عندناش، فبنضطر نعمل ده لوحدينا. فلازم تعمله، لازم تتعرفوا، تتعلموا، تخلي حد يعمله لك. التسويق مهم جدا 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 ان انت تبقى مصور ناجح مميز. بعد كده في حاجة مهمة قوي وهي الإصرار على النجاح. انا بشوف الناس ماشيه في التصوير بخوف وقلق ومش عارف هو رايح فين وضعيف وخايف لا يفشل وخايف وخايف وخايف. هي لو انت ما عندكش اصرار في الطريق ده وشايف ان انت فعلا عايز تنجح، انسى، روح اعمل حاجه تانية. لو مش موجود عندك الاصرار والعزيمه من جوه ما تضيعش وقتك في التصوير. يبقى اذا الاصرار جزء مهم جدا جدا جدا، ان انت تبقى عندك اصرار وعزيمه. انا عايز اروح في المكان، زي ما بتحب واحده وعايز تتجوزها بيبقى عندك اصرار انك تعمل ده، فبتلاقي كل الحلول جت. فده مهم جدا جدا جدا. حاجه تانية مهمه وهي ان احنا يبقى عندنا محتوى مختلف في التصوير. ازاي نوصل لده؟ انا عايزك تعمل حاجه الناس ما عملتهاش. اتفرج على الصور بتاعت الناس، شوف شغل الناس واتفرج على قد ما تقدر، وفي النهاية خد ده ارميه في اقرب صفيحة زبالة وطلع انت من جواك. اوكي؟ دي يعني معظم الحاجات المهمة اللي تخلي مصور مميز ناجح. اتمنى يكون ده فيه افادة ليكم. وفي كمان حاجة اخيرة اهم من كل اللي انا قلته ده، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في ان انت يكون ليك نصيب في التصوير. وده مش هيجي غير من نية صادقة، نيتك الصادقة.
ان شاء الله يبقى ربنا ينجحكم في التصوير. وحاجه كمان قبل ما انسى، خلوا التصوير يا جماعه، التصوير شيء خاص جدا جدا جدا. من الحاجات السهله اللي انت ممكن تتميز بيها في التصوير ان انت تفكر في حياتك ازاي تستخدم التصوير يساعد حد او يوصل حد، حتى لو بسمه، حتى لو امل، حتى لو تعالج بيه اي حاجه من حاجات المجتمع. هنا هتلاقي فيه تميز قوي. ربنا يوفقكم. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه وموضوع جديد. مع الف سلامه وتمنياتي ليكم بالتوفيق.